هو فعلا اليوتيوبرز بياخدوا فلوس كتير؟ وبياخدوها ازاي بقى، بالشهر ولا بالسنة؟ تفتح بيت يعني من الاخر الفلوس دي؟ الحقيقة ان اليوتيوبرز مش معاهم فلوس كتير، هم معاهم فلوس كتير قوي. وما تفتحش بيت ولا حاجة، هي تفتح بيت واتنين وتلاتة. طبعا كلامي مش عن كل اليوتيوبرز، تعالوا نعرف مع بعض اليوتيوبرز الاعلى ربحا في مصر بالارقام. طب ايه الهدف من الفيديو ده؟ هو انت عايزة تتدخلي في رزق الناس؟ لا ابدا، انا كل اصلا فيديوهاتي اللي بعملها لكم بدافع الفضول ونقل معلومات، وكل المعلومات والمصادر اللي انا جبتها في الفيديو ده فهي مصادر اتنشرت اوريدي في مواقع مصريه، يعني كل مصر شافتها. انا بس بنقل لكم المعلومات اللي هي اوريدي اصلا اتنشرت من حوالي 10 شهور فاتت. بدايه الموضوع اللي خلتني اسيرش اصلا انه من فتره كبيره قوي ظهرت مشكله، او يعني حصل قلق كده بين اليوتيوبرز في مصر عن حوار الضرايب اللي هتتفرض عليهم، وقعدوا يقولوا حرام ويندبوا. ففتحت اشوف كده ايه الموضوع ده، لقيت ان الضرايب دي اصلا بدات تتفرض على اليوتيوبر اللي بيكسب من اول 500 الف جنيه في السنه، يعني نص مليون جنيه في السنه. وعلشان اسهلها عليكم، فاللي بياخد نص مليون جنيه في السنه بيطلع له في الشهر حوالي 42 الف جنيه. طيب اللي بيطلع له 42 الف جنيه لو خدنا منهم معلقه هيحس بحاجه؟ هي الضرايب بقى هتاخد منه معلقه، اللي هم يعني هيطلعوا كام؟ 5 6 7 10,000 جنيه، فهيبقى داخل له 32 الف جنيه. ده مش مبلغ قليل. الحسبه دي انا خدتها جاهزه من تشانل مو سيلفا على اليوتيوب، هو الراجل شاطر في الحساب وحسبها، وانا بصراحه خدت الحسبه جاهزه. ودي التشانل بتاعته لو حد حابب يعمل له فولو. ودلوقتي بالارقام هقول لكم 5 من اعلى اليوتيوبرز ربحا في مصر. عزيزي المشاهد، الخامس سيبهرك. لو حابين تتوقعوا الاول فتوقعكم صح، احمد حسن وزينب. احمد حسن وزينب بيدخل لهم في السنه حوالي 1,400,000 دولار مش جنيه، يعني تقريبا 21 مليون جنيه مصري. وفي تشانل تانية اسمها بابا وكوكي بيدخل لهم حوالي 2.5 مليون دولار في السنه، يعني حوالي 40 مليون جنيه مصري. حمدي ووفاء بيدخل لهم حوالي 4 مليون دولار في السنه، يعني تقريبا 60 مليون جنيه مصري. وسوري، هم طلعوا 4 مش 5. واخر واحد هو محمود الجمل. محمود الجمل بيدخل له في السنة 9.5 مليون دولار، يعني الله أكبر بسم الله ما شاء الله، حوالي مليار جنيه في السنة. أنا عجز عقلي عن استيعاب الرقم الحقيقة، بس ربنا يرزقهم ويرزقنا احنا كمان. وشئنا أم أبينا، في الأرقام اللي انتوا سمعتوها دي نتيجة تعب، سواء الناس دي احنا مختلفين عليها أو متفقين عليها، بس الناس دي كلها بتتعب من معدات وإضاءة وأفكار وتصوير وسهر وتجهيز. كل دي حاجات متعبة جدا. ولو عاوزين تعرفوا ازاي يطلع لكم فلوس من اليوتيوب اكتبولي في الكومنتس. باي.